أسود الأطلس منتخب المغرب آخر المنتخبات العربية تودع مونديال 2026 بعد الهزيمة بهدفين على إيد منتخب فرنسا المرشح للفوز بالبطولة، عشان نكون قفلنا آخر فصل من فصول المغامرة العربية والإفريقية، وفخورين بكل حاجة قدمتها المنتخبات العربية والإفريقية، وإن شاء الله نكون عرفنا خلطة وطريقة النجاح ونبني على آخر حاجة وصلنا لها، عشان السنين الجاية هيكون سقف التوقعات أعلى والكل هيعمل لك ألف حساب. الماتادور الأسباني يطيح بمنتخب البرتغال بنتيجة 1-0 بهدف في الدقايق الأخيرة من الشوط الثاني على إيد مدفع أرسنال ميكيل ميرينو. لكن نرجع كده لمنتخب البرتغال اللي عنده عقم هجومي، مفيش أي فرصة بتتخلق في التلت الأخير من الملعب، يعني عندك في نص الملعب فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فرنانديز، ومفيش أي فرصة بتتصنع من قلب الملعب ولا أي بينية بتوصل للمهاجمين، مجرد تدوير للكرة بعرض الملعب من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. يبقى اكيد في خلل في منظومة اللعب وصناعة الفرص. طبعا لما يبقى معاك اسماء زي دي ومش عارف توظفها، اكيد اللوم الاكبر هيكون على المدرب، اللي كان بالمناسبة في بداية تدريب البرتغال بيلعب بخطة 3-1-4-2، 2 راس حربة رونالدو وراموس، وكانت ماشية كويس. معرفش ايه اللي خلاه يفكر انه يلعب ب4-2-3-1، خصوصا البرتغال ما عندهاش اجنحة تصنع الفارق، ومحدش يقول لي نيتو او لياو او حتى كونسيساو، لان دي كلها مجرد اسماء على ورق. بس عموما اديهم خرجوا من كاس العالم، واعتقد مش هيجي جيل البرتغال بعد الجيل ده يقدر يكسب كاس العالم، عشان يبقى الكلام والنفسية ما بينهم تنفعهم. اهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة. سلام.